فنان المبتكر دائما كابتن احمد ياسين، اهلا بحضرتك. اهلا بك يا رحاب، واهلا بالسيرك كله. اهلا بيك. عايز اعرف رايك بقى في البرنامج الجديد، ورغم ان انت مش احد النجوم اللي مشاركين في العرض، بس عايز اعرف بقى راي فنان خارج العرض ايه. الراي في البرنامج او العرض اللي هو نقطه من اول السيرك، هو في ايجابيات وفي سلبيات، ولكن انا هتكلم في الايجابيات. يهمنا برضو السلبيات، لان طالما النقد بناء يبقى اهلا بيه. السلبيات هتكلم فيها مع المخرج ومع زمايلي. لكن الايجابيات هتكلم في ان هو نقطه من اول السيرك بالفعل لسبب او لاسباب، في نقاط كده. يعني اول نقطه ان احنا رجعنا لما كان عليه السيرك من زمان، وهو ان لما يبقى في عرض احنا بنرجع كلنا نيجي نتمرن فعلا بجد على العرض لمده شهر او شهرين، نعمل بروفات فعليه مش في بروفات على الورق. بنتمرن للعرض ده، بنيجي قبل العرض لازم نعمل بروفا جنرال عشان نقدر نطلع العرض، ان احنا متواجدين، الفنانين متواجدين من بدايه العرض لاخر العرض، كلنا مشاركين في العرض. والاهم من ده ان اتغير مفهوم الاول كان الناس كلها شغاله عند السيرك القومي. للاسف بعد كده ده يعني الناس اللي هو الجيل القديم، لكن بعد كده الناس للاسف بقت هي معتبره السيرك هو اللي شغال عندهم، يعني عايزين يجوا في الوقت اللي هم عايزينه ويشتغلوا في الوقت اللي هم عايزينه. فاعتقد ان دي من ايجابيات العرض ده، ان الناس كلها كانت موجوده للسيرك، ورؤيه المخرج او المسؤول عن العرض انه هيشغل الفنان دوت في اي حاجه، هو هيشتغل ومتقبل ده جدا. دي انا بعتبرها من اكبر الايجابيات في العرض، ان انا جاي ممكن ابقى بتاع بسكليت او بلعب اي فقره، بس مخرج العرض عايزني ان انا اطلع بس اعدي كده اعمل حركه مش هي اللي انا بتمرن عليها، بس هي دي. المهم ان في الاخر كلنا متكاتفين على ان نعمل عرض ينجح. دي ايجابيات طبعا انا بعتبرها من الحاجات المهمه جدا، اللي بعد كده هتحل لنا مشاكل كتير جدا في ناس كتير بيكون لظروف مش صحيه او لظروفهم السنيه او اي ظروف ما بيقدرش يأدي زي ما كان قبل كده. فدلوقتي بقى في عندنا حد ممكن يكون عنده افكار كويسه انه يقدر يعمل عرض بشكل كويس، ممكن نستخدم الفنان ده في حاجه ثانيه. بالاضافه ان فنان السيرك بدا يعني يحس، وده كان ناقصنا، بس ده مش ذنبنا احنا او مش ذنب الفنانين الجيل ده، كان ناقصنا جدا ان احنا نبقى في استعراض، نعرف نعمل استعراض في العرض، استعراض راقص يعني، استعراض حركي، نتحرك جوه الحلبه ازاي، بشكل ازاي، نشتغل مع الموسيقى ازاي، ونقدر نأدي مع الموسيقى. كل الحاجات دي للاسف احنا ما اتعلمناهاش، بس كنا بنحاول ان احنا نعملها. فدلوقتي اصبح في حد متخصص ذو خبره يقدر يعلمنا الكلام دوت ويقدر يفيدنا فيه. بالاضافه ان برضو بدا عندنا كان جزء التمثيل، وده مهم جدا. كنت لسه هقول على الحته دي، ان دي جديده على فنان السيرك. ودي ده مش جديده، هي دي مهمه من اهم النقاط اللي المفروض لاعب السيرك بيتعلمها بره. بس هنا في السيرك ما اتنفذتش قبل كده. كانت زمان طبعا في الجيل الاولاني كانوا بيتعلموا ده، كانوا بيقدروا يخشوا يأدوا العرض ازاي، يقدروا يدخلوا الدراما ازاي، حتى لو دراما في الفقره نفسها ازاي. فدي من ضمن الايجابيات الكويسه جدا، ان بدا الفنان السيرك يبقى يمثل ويقدر يأدي دور، يعبر حتى لو تعبير إيمائي اللي هو البانتومايم او تعبير حركي فالحاجات دي فعلا مفيده جدا، خاصه لما بيجي لنا عن طريق حد متخصص فاهم الموضوع بشكل كويس ويقدر يأديه. ده طبعا بيرفع من المستوى بتاع الفنان وبيرفع مستوى المكان ككل يعني. ده تقريبا معظم الايجابيات بالنسبه للعرض تحديدا، يعني كفقرات. يعني ده يعني مش اعتقد ان هو كان محتاج انه يبقى في فقرات اكتر شويه من كده، وهو فعلا محمد شوقي كان عايز فقرات اكتر، بس الظروف يعني هي اللي حكمت في الوقت ده كده. ولكن هي بدايه رائعه هتفيد بعد كده بقيه الفقرات اللي في السيرك، واتمنى ان كل الفنانين السيرك يتعاونوا في دوت ويكونوا مسلمين نفسهم للسيرك، ان تحت اي ظرف او تحت اي مسمى او تحت اي رؤيه عايزها المخرج بتاع العرض لاي فنان يتقبلها، لان في الاول وفي الاخر هيتعوم على المجموعه كلها. واعتقد ان الناس بتخرج من العرض بتتكلم بتقول السيرك القومي حلو، ما بيقولوش فلان حلو او فلان مش حلو. ده بيقول السيرك بيقدم فعلا كذا، وده الاهم، لان المفروض ان احنا كلنا هنا نشتغل على ان النجم هو السيرك. طب انا مش هخش معاك في حوار طويل قوي في موضوع السلبيات، بس انا عايزه اقول ولو حاجه بسيطه عشان برضو يبقى المشاهد مش شايف ان احنا بنركز على الايجابيات بس، نقول ولو حاجه واحده وبعد كده انت هتتكلم مع المخرج على لو في سلبيات تانية. لا والله انا بالفعل اتكلمت مع محمد وحددت له في نقاط معينه في حاجات وهو وافقني فيها، وللاسف هو في منهم حاجات هو غصب عنه، لان الامكانيات
الامكانيات كاضاءه او كمزيكا يعني نقول امكانيات ماديه هي اللي هي التركيز السلبيات اللي انت اتناقشت فيها. وبالاضافه للامكانيات برضو عدد الفقرات المتواجد في الوقت دوت اللي كان ممكن يشارك معاه. دي بالنسبه لمحمد. في بعض السلبيات مع اللاعبين نفسهم، بس يعني هي السلبيات للاسف متراكمه، او يعني طبعا اكيد لما بيجي عن حاجه انا اتعودت عليها، ما باجي اغير لحاجه تانية بتاخد معايا شويه وقت، بيبقى مأثر عليا شويه اللي انا اتعودت عليه فترات كبيره بعرضه. فبدات اتكلم معاهم في الحاجات ديت على اساس ان هم يركزوا فيها بشكل اكتر. سلبيات موجوده من زمان في جوه العروض بتاعتنا مثلا. يعني على سبيل المثال ممكن ابقى بعمل العرض قدام الجمهور، بس مثلا بتكلم مع بتاع الاضاءه من جوه العرض، خف الاضاءه لا زود الاضاءه مثلا يعني على سبيل المثال. الحاجات دي المفروض تبقى يعني تبقى منتهيه، وفي مسؤولين اللي عن العرض وفي لينك ما بينهم وبين الفنان، هم عارفين ان الاضاءه دي في اللحظه دي بتعمل كذا. وده ميزه البروفا، التمرين اللي بيبقى بيكون قبل العرض اللي انا بقول لحضرتك عليه، ان انا بعمل مثلا مده شهر بروفا على العرض ده. فبالتالي البروفا دي هي ميزه منها ان انا بقوي نفسي كويس جدا فنيا، بقوي نفسي وبشوف السلبيات اللي بتطلع ايه اللي ممكن يضايقني، عشان لما اجي اعمل عرض يبقى عرض ما فيهوش اي خطا خالص، ما فيهوش اي سلبيه، لان احنا بنعمل عرض ما ينفعش فيه اخطاء. العمل بتاعنا والفن بتاعنا ما ينفعش فيه الاخطاء. جميل النقد البناء. طبعا جميل جدا، وده الشعور اللي احنا يعني بنفتقده عامه في اي مجال او اي مناقشه، ان احنا النقد بتاعنا يبقى بناء، بيهدف لحاجه ان احنا نرتقي بالعمل ده. انا سعيده براي حضرتك. ميرسي. بس كنت عايز ازود حاجه بس. اتفضل. يعني بجد في شخصيه احب ان انا اشكرها جدا على تفانيها جدا في العمل وحبها للعمل بتاعها بجد بشكل ملحوظ. يمكن انا في وقت من الاوقات كنت بنتقده بشكل غير عادي، ولكن دلوقتي انا واجب عليا ان انا اشكره، لان انا شايف قد ايه هو بيبذل مجهود جبار عشان ينجح عمله. هو الاستاذ حلمي شاهد. فعلا يعني شايفه بجد يعني هو متفاني عامه على طول في شغله. يمكن انا جيت في وقت من الاوقات انتقدته كتير في بعض السلبيات اللي كانت بتحصل في حاجات يعني داخل السيرك، لكن انا بصراحه من ساعه ما مسك مدير اداره او مشرف على الدار العرض، الحقيقه انا شايفه ما بينامش تقريبا. يعني في اي وقت باجي السيرك بلاقيه متواجد من الصبح لغايه بالليل، ما بيروحش كل حاجه، يعني ما بيحاولش يسيب حاجه اللي بعد شويه او لبكره، لا هو عايز يعمل حاجه دلوقتي، وبيسعى وبيجري وبيحاول يطور من المكان. وانا بعز جدا، او شخصيا انا بحب اي حد يكون شغال في مكان يحبه قوي ويخلص له قوي زي حضرتك طبعا. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. الرائع اللي حضرتك بتعمليه عشان يعني توضحي او توصلي السيرك فعلا للناس كلها تشوفه. ربنا يبارك فيك يا كابتن. فاتمنى ان كل الناس تحب شغلها بجد وتحب السيرك بجد، عشان يبقى السيرك ده حاجه في السماء يعني. الله يخليك. شكرا يا كابتن، الف شكر. شكرا يا كابتن.